السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله أول استعداداتنا لرمضان 2026. يا رب بلغنا رمضان وإحنا كلنا طيبين وعلى خير يا رب. النهارده إن شاء الله هاشارك معاكم بعض الأفكار اللي أنتِ ممكن تستعدي بيها لرمضان مهما كانت ميزانيتِك، حتى لو كانت يومية أو أسبوعية أو حتى شهرية. هنقول النهارده على شوية أفكار إن شاء الله هتنفع جدًا في مصروف بيتِك وهتفرق معاكِ. بس عايزة الأول أقول لكل الأمارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي لأول مرة، لو أنتِ أول مرة بتشوفي قناتي وعجبِك الفيديو، أتمنى منِّك إنِّك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعّلي الجرس على الكل، وتفعّلي كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو علشان يوصلِك كل فيديو جديد أنا باقدّمه. النهارده إن شاء الله أول استعداداتنا لرمضان بإذن الله. شوية الأفكار اللي إحنا هنقولهم النهارده في الفيديو لو إحنا نفذناهم فعلًا هتفرق جدًا في ميزانية البيت. وكمان مش هتحسسِك أبدًا إنِّك بتشيلي هَم ميزانية رمضان، لا بالعكس هي هتفرق معاكِ جدًا. أول حاجة هاتكلم عليها في شوية الأفكار اللي هنتكلم فيها النهارده وهي الخزين. الخزين بتاع البيت. عايزين نقول أول حاجة دايمًا بنستهلكها في رمضان وعليها أكتر استهلاك هي السُكّر. السُكّر ده من الخزين بتاع البيت اللي هو ما فيش غنى عنه أبدًا في رمضان، فإحنا دايمًا بنحتاج إن إحنا نوفّر كمية من السُكّر قبلها. طب لو أنا ميزانيتي يومية أو أسبوعية أو المصروف البيت على القد، هاعمل إيه؟ كل ما تفتحي كيس سُكّر هتاخدي منه كوباية واحدة بس، وهتجيبي أي علبة زي مثلًا اللي في إيدي دي وهتحطي فيها كوباية السُكّر، كوباية واحدة بس. كل ما تفتحي كيس سُكّر وتشتغلي بالباقي. أو تفضّي كيس السُكّر وتسيبي شوية منّه في الكيس وتاخدي الكيس ده تشيليه على جنب. برضه هيبقى في مقدار مثلًا ربع كيلو أو حتى أقل أو حتى كوباية بس من السُكّر. لإن السُكّر من الحاجات اللي ممكن تلاقيها غِليت شوية، يعني هو دلوقتي الكيلو في منّه ب30 جنيه وفي ب29 وأنا كنت جايباه الشهر اللي فات كان ب25. تاني حاجة من الحاجات اللي هي برضه بتفرق في خزين البيت وهي الرُز. الرُز برضه لحد دلوقتي سعره كويس، إحنا مش عارفين في رمضان ممكن سعره يعلى شوية. فإحنا برضه هنعمل نفس النظام. لو أنتِ مثلًا جبتِ كيلو رُز برضه نفس اللي عملناه في السُكّر، هاخد منه كوباية واحدة بس، وهتجيبي أي برطمان يكون إزاز عندِك وتشيلي منه كوباية تحطي فيه كوباية الرُز اللي أنتِ خدتيها من الكيلو ده أو اللي أنتِ لسه فاتحاه، وتبدئي إنِّك أنتِ تشيليها على جنب. يبقى كل كيلو هتفتحيه من الرُز هتشيلي منه كوباية. والبرطمان ده هاشيله عندي بعيد عندي في الدولاب، مش هيحصل له أي حاجة، إحنا الجو برد مش حَر. و وأنتِ لو أنتِ مطبخِك سُخن شوية حاولي إنِّك أنتِ تشيليه في مكان تخزّنيه في مكان في درج تربو يكون بعيد شوية عن الحرارة والّا حاجة، عن البوتاجاز، مش السخونية مش هتأثّر أبدًا معاه، لإن إحنا زي ما قُلت لكم الجو برد ومش هيأثّر أبدًا فيه. وكمان الرز ده بيكون عليه استهلاك دايمًا في رمضان أكتر، فدي من الحاجات فعلًا هتفرق معاكِ. هتلاقي نفسِك على آخر الشهر كل كيلو أنتِ فتحتيه شِلتِ منه كوباية، هتلاقي اتكوّن معاكِ كمية من الرز كويسة. كمان الفول، طبعًا الفول المدشوش أو الفول اللي هو بتاع الطعمية وبتاع البصارة، وكمان الفول البلدي بتاع التدميس، ما فيش غنى عنهم أبدًا في رمضان، لإن طبعًا الحاجات دي بتنفع جدًا، جدًا على السحور، وبتكون أساسية، يعني بشكل أساسي عندنا هنا في مصر إن الفول والطعمية عندنا في السحور. فإحنا أو الفلافل زي ما أنتم بتسموها. فإحنا هناخد كوباية برضه واحدة بس من الفول. أنا كان عندي كمية من الفول المدشوش. كمية الفول البلدي اللي عندي كانت آخرها، أنا خلاص عملتها يعني دمّستها، فخلاص مش هاشيل منها دلوقتي. أنا هابدأ لسه من أول الشهر إن شاء الله، أول ما أجيب فول هاشيل إن شاء الله منه لرمضان. بس كان عندي فول مدشوش قُلت لأ، أنا هاخد منه برضه كمية برضه حوالي كوباية برضه من الفول، وهاشيلها برضه على جنب علشان أعمل نفس الفكرة اللي عملتها في السكر وفي الرز. أنا هامشّيها على أي حاجة تنفع تتشال عندي في خزين البيت، وبرضه هينفع معايا. برضه بما إن إحنا في آخر الشهر، فده كان باقي عندي من العدس الأصفر اللي كنت جايباه أول الشهر. أنا كنت جايبة كيلو، فأنا طبعًا باستهلك منه، عملت شوربة عدس، بادمّس الفول باحط فيه عدس. فهو بيفرق جدًا. خدت الربع كيلو اللي فاضل ده وقُلت خلاص أنا مش هاستخدم خلاص لحد أول الشهر إن شاء الله منه، فهاخده وهاشيله عندي كده زي ما هو. كمان الحاجة كمان اللي بعدها وهي الدقيق. الدقيق طبعًا أنا باجيب دقيق سايب لمّا باجي أعمل معجنات بيتزا، باعمل مثلًا قُرَص، باعمل أي فطاير، باجيب اللي هو الدقيق السايب. لكن لمّا بصراحة باجي أعمل كيكة أو حاجة، فأنا باجيب دقيق مخصوص للكيك. بيبقى بحوالي
25 أو 26 أنا باجيبه من فتح الله. فأنا باحب دايمًا إن أنا أجيب الدقيق السايب ده للمعجنات، وهو بيكون أكتر استخدام عندي الدقيق السايب من دقيق الشركات. فالدقيق السايب ده لمّا تجيبيه برضه هنعمل فيه نفس الفكرة. أنا كنت جايبة مثلًا هنا كيلو، قُلت العبوة اللي أنا بافضّي فيها دي أنا عارفة إن هي بتاخد كيلو معايا، فأنا قُلت هافضّي فيها كيلو الدقيق، واللي هيتبقى يعني هاملاها على آخرها، ولو اتبقى منها في الكيس أنا هاخد اللي في الكيس كده واشيله. طب هتشيلي الدقيق فين؟ هو الدقيق هيتشال أيوه، هتشيليه فين؟ أي تلاجة بيبقى فيها درج للخضار، ودرج من فوق بيبقى درج صغير كده من فوق في التلاجة. أنا عاملة الدرج ده للخزين مخصوص. لو أنتِ خدتِ أي حاجة وحطيتيها من الخزين اللي إحنا شيلناه ده وحطيتيها شِلتيها في الدرج بتاع التلاجة، لو أنتِ خايفة عليها مثلًا من درجة حرارة المطبخ وسخونية المطبخ، هتحطيها عندِك في الدرج بتاع التلاجة ده من فوق. شوية الدقيق دول حاطاهم في الكيس وحطيتهم في درج التلاجة اللي فوق زي ما قُلت لكم، مش هيحصل لهم أي حاجة أبدًا، لو أنتِ خايفة عليهم في المطبخ زي ما قُلت لِك. لإن في مطابخ بتبقى درجة حرارتها بتتأثّر المطبخ ذات نفسه بيتأثّر بالسخونة، فأنتِ لو شِلتِ شوية من الدقيق ده ممكن السخونة تبوّظه بتاعة المطبخ. فإحنا هنحطه زي ما قُلت لكم في درج التلاجة، ولو قعد حتى مش هاقول لكم لو قعد شهرين، لو قعد سنتين مش هيحصل له أي حاجة طالما إن هو في درج التلاجة. بعد كده كمان الفكرة اللي بعد كده في الخزين وهي المكرونة. طبعًا المكرونات إحنا عندنا في رمضان بيكون استهلاكنا للمكرونات بيكون عالي شوية، بنحب نعمل دايمًا صواني مكرونة، بنحب نعملها في جميع أنواع الأكل. فإحنا هنعمل برضه نفس النظام ده، بس مش هنجيب مكرونة الشركات، إحنا هنجيب المكرونة السايبة. ليه؟ المكرونة السايبة لمّا بتجيبيها المكرونة بتاعة الشركات يا دوب هو الكيس نُص كيلو أو 400 جرام، فأنتِ هتعمليه خلاص على أكلة. تكفّي أسرتِك وخلاص. لأ، أنا بقى هاجيب اللي هي المكرونة بتاعة الشركات دي. لو أنتِ جبتِ منها كيلو، كل كيلو هتيجي تفضّيه هتشيلي منه هتجيبي علبة كده. أنا جِبت علبة بلاستيك كده وشِلت منه حوالي زي طبق كده مليان مكرونة. هافضل كل ما أجيب كيس مكرونة أفتحه هاحط برضه هنا فيها في العلبة دي طبق من المكرونة، لحد ما على رمضان إن شاء الله ممكن ألاقي العلبة دي اتملت معايا، وممكن كمان تكون أكتر منها. فكده على كده أنا هاكون وفّرت أو جِبت لنفسي وفّرت على نفسي خزين من الخزين اللي أنا باستخدمه. بطريقة التوفير اللي أنا آخد شوية بشوية كده هتلاقي نفسِك جمعتِ في الآخر كمية كويسة. زي ما قُلت لكم إن العبوة دي عندي بتاخد كيلو. أنا كان عندي برضه شوية من الشعرية كان آخرهم في العبوة دي، وكان عندي شوية في الكيس. أنا من النوع اللي لمّا باستخدم حاجة ما باحبش الأكياس، فدايمًا باحب أفضّيها في العبوات بتاعة التخزين دي، أو حتى البرطمانات الإزاز اللي بتبقى موجودة عندنا في المطبخ، مطرح مثلًا مربى، مطرح عسل، أي حاجة باحب جدًا أستخدمها برضه في التخزين. بس أي حاجة باحطها في الكيس يبقى أنا مش هاستخدمها دلوقتي، باحطها عندي في درج التلاجة اللي فوق ده. أنا سايباه الخزين باشيل فيه أي خزين زي ما قُلت لكم. فالشعرية برضه من الحاجات اللي عليها استهلاك، ويعني إحنا في الراعي الرسمي للشتا دايمًا الشعرية باللبن. فناس كتير جدًا، جدًا بتحب الشعرية باللبن، وكمان الشعرية من الحاجات اللي هي بتوفّر معاكِ إن أنتِ بتزوّدي بيها الرز. فأنتِ لمّا تشيلي كل مرّة من كيلو الشعرية شوية قيمة ربع كيلو أو كوباية مليانة من الشعرية، هتحطيهم في الكيس كده وتحطيهم عندِك برضه وتخزّنيهم عندِك بنفس الطريقة. فأنتِ كده هتلاقيها نفسِك على رمضان إن شاء الله كمان شهرين بإذن الله على خير، هنبُص نلاقي عندنا كمية كبيرة من الخزين نقدر إن إحنا نستهلكها. زي ما قُلت لكم. كمان الفكرة اللي بعد كده ده بالنسبة اللي كنت عايزة أقوله لكم في الخزين، شوية أفكار بسيطة كده إن شاء الله تنفعكم. وزي ما قُلت لكم خلّوا بالكم أوي إن أنتم تحافظوا على الحاجات اللي أنتم بتشيلوها بالفكرة اللي أنا باقول لكم عليها. خايفة منها من سخونية المطبخ، حطّيها في درج التلاجة. كمان عندي هنا عايزة أقول لكم كمان من الحاجات المهمة جدًا إن أنا ممكن أستعد بيها لرمضان، وهي إن أنا هابدأ إن أنا أشيل الوش بتاع اللبن. يعني إيه؟ يعني إحنا بنيجي على رمضان بنبقى محتاجين سمنة، والسمنة غالية. فإحنا هنعمل إيه؟ هنجيب الحليب السايب. الحليب السايب اللي إحنا بنجيبه مثلًا سواء أنتِ بتجيبي 2 كيلو في الأسبوع أو 3 كيلو، بلاش تجيبي الحليب بتاع الشركات، خلّيكِ في الحليب السايب. خاصةً إن الأيام دي أنتِ لو غليتِ اللبن، جبتِ مثلًا كيلو لبن وغليته وحطيتيه في التلاجة زي ما هو، بعد ما يبرد خالص تحطيه في التلاجة، تاني يوم هتبُصّي تلاقيه عمل وِش كده من اللبن. الوِش ده أنا باجمّعه في علبة
باجمّع الوش ده كلّه كده في علبة بلاستيك وعندي في الفريزر، بافضل كل ما أغلي لبن ويطلّع منه وش أحط في العلبة اللي في الفريزر دي، هيتجمّع معاكِ في الآخر علبة كبيرة مليانة من وش اللبن. علبة وش اللبن دي هتاخديها وهتعملي منها على رمضان إن شاء الله أحلى سمنة، هتاخديها وتسيحيها على النار على نار هادية خالص، هتبُصّي تلاقيها فصلت معاكِ من فوق طبقة كبيرة جدًا، هتبقى تحت اللي هي بتبقى اسمها مُرتة، وفوق خالص هيبقى في سمنة. السمنة دي بتبقى ممتازة جدًا، وبتبقى سمنة طبيعي أنتِ عاملاها بإيديكِ فعلًا. فأنا وأنا باغلي لبن كده حبيت إن أنا أقول لكم على الفكرة دي. دي مثلًا العلبة اللي عندي في التلاجة، علبة القشطة اللي عندي في التلاجة، وأنا فعلًا العادة دي مش باقطعها خالص. يعني أنتِ لو أنا خدت العلبة دي وحطيتها على النار هتطلّع لي كمية من السمنة. وأنا كنت عملت في قناتي القديمة فيديو عن تحويل القشطة لسمنة، إن شاء الله بإذن الله أحاول إن أنا أنزّل لكم الفيديو ده، لإنه فعلًا مفيد جدًا. إزاي تحوّلي القشطة لسمنة، وإزاي توفّري منها. فدي من الحاجات فعلًا اللي هتفرق معاكِ جدًا، خاصةً زي ما قُلت لكم إن السمنة بتبقى غالية جدًا على رمضان، وبنسمع أسعار فلكية. بلاش السمنة المهدرجة خالص نهائي، لو هتستخدمي زيت ذرة أحسن من السمنة المهدرجة. تعالوا بقى للعلبة اللي قدّام حضراتكم دي. العلبة بتاعة الحلاوة دي أنا باشيل فيها جميع أنواع البهارات اللي هي ما لهاش استخدام عندي. يعني أنا مثلًا جِبت بحوالي مثلًا هتجيبي في الشهر في أول الشهر ب30 جنيه فلفل أسود، هتبدئي إن أنتِ تطحنيهم كلّهم وهتاخدي كمية منّهم مثلًا يعني هتاخدي التِلت بتاعهم، هتاخدي التلتين تستخدميه على مدار الشهر. وزي ما قُلت لكم الفلفل الأسود إن إحنا ممكن نضاعف كميته بالورق اللورا، وتاخدي التِلت اللي فاضل هتلفيه في الكيس وتحطيه في علبة زي العلبة اللي قدّام حضراتكم كده، وتحطيه برضه في درج التلاجة. ده أنا مثلًا العلبة دي بيبقى عندي مثلًا فيها قرفة، فيها جنزبيل، فيها فلفل أسود، فيها أي بهارات يعني كمية تكون بسيطة بس تكون متبقية مني العلبة دي. وبابدأت إن أنا أحطها في كلّها كده، كل البهارات اللي هي موجودة، باسحب منها اللي أنا محتاجاه، واللي بيتبقى مني خلاص جه عليه بداية الشهر خلاص أنا هاسيبه لرمضان. كده هابُص ألاقي نفسي عملت كمية من الخزين. كل ما بافتح حاجة باشيل منها شوية زي ما حضراتكم شايفين كده، بتلاقي نفسِك بقى عندِك كمية من الخزين اتوفّرت معاكِ. البوكس ده كلّه كده هناخده ونشيله نحطه مثلًا بعيد في المطبخ عننا، نحطه في التلاجة، فأنتِ كده استنفعتِ بيه. ده كان فيديو النهارده، أتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا من الأفكار، إن شاء الله تكونوا خدتوا فكرة واحدة بس. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.